مساء الخير والسلام عليكم جميعا. طبعا يا حبايب احنا لما نحكي كنافه وين بروح بالنا؟ بروح بالنا على نابلس. نابلس طبعا من احلى المدن الفلسطينيه اللي بسموها طبعا شام فلسطين. ان شاء الله ربنا يرحم شهداء فلسطين ويفك اسر الاسرى جميعا. اليوم حبايبي جيت اعملكم الكنافه الفلسطينيه، الكنافه النابلسيه على اصولها، بدون لف ودوران، بدون قصص ولا حكايات. تعالوا نبلش ونشوفوا شو بدنا نعمل اليوم. طبعا فيكم تحطوها بالفريزر تطلع هيك شوية ناشفة، تتركوها او تحطوها في خلاط، ولكن تشبع للحركة هيك اليدوي، الواحد يشتغل بايده عشان يحس بطعمة الماكلة اللي فيه وكل الواحد. العجينة حاضرة جاهزة، الله كيف يعني مش خشنة ومش ناعمة. طبعا قبل ما نبلش بدنا نجهز القطر، احنا بنسميه بالفلسطيني قطر، بالتونسي بسموه شحور. مر عليكم الكلمة شحور. خلطهم وبروحوا على نار متوسطة. في ناس بتحط صبغة على الكنافة عشان يطلع لونها أصفر، عشان تطلع هيك لونها مختلف. أنا بستعملش. كيف بدنا نعملها؟ كيف بده يطلع لونها مثل ما احنا بدنا؟ ريحتها بتجنن، بتسطل، بتهبل. هذا القطر اللي عملناه لساته بيغلى. على الله ونحط السمن. السمنة هون يعطيها العافية، عملت اللي عليها، بدنا نصدرها للمطبخ. طبعا الكنافة طبعا هاي الكنافة جاهزة عشان تروح على التحميص. بما ان شفنا على الجهاز انه بلش يعطي لون احمر، حررت مثل ما بيقولوا، حررت الفلسطيني. نكسره، نفرمه فرمة ناعمة ونزين فيه بس. بدنا أفرج نبتين كنافة نابلسية، الغربة والحكي. ايش